يعني ولا لاعب محترف بالنسبه لفريق. ولا الكره خطيره، جول اول لنوروز. اولابي في غفله من دفاع نادي الصناعه. اولابي المتالق في المباريات الاخيره، الذي يسجل الاهداف في المباريات الاخيره، سجل في مرمى نفط البصره وسجل في مرمى نادي الكرخ، والآن يسجل في مرمى نادي الصناعة. لاعب الخطير مثل ما ذكرت، الثنائي الواضح على الصورة، أولابي وكلاوديو مارادونا هم الأخطر، هم الأكثر تسجيلا للأهداف رفقة هذا المدرب ولي كريم. وأولابي يسجل أول أهداف اللقاء لنادي نوروز، يفتتح التسجيل. نعم ولي كريم لعب الكل بالكل. هنا الكرة العرضية والمحاولة، ومرت من أمام كرار فالح، وأولابي يصوب في الزاوية البعيدة الصعبة على محمد كاظم. هنا أولابي تخلص من كرار وصوب وسدد وسجل وفرح بهذا الهدف الأول. تلعب الكرة من كريست، جاء مشكور كريم، تقطع من كسرة بايز يلعب كلاوديو مارادونا. صعب الهدف الواحد في بطولة كأس العراق. هنا الكرة الخطيرة، كرة خطيرة، جول ثاني لمصلحة الفريق المستضيف، فريق نوروز. يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب روان ريبيرو البرازيلي ابن السامبا، يسجل الهدف الثاني. نعم ولي كريم لعب الكل بالكل في الشوط الثاني. طبعا أدخل روان ريبيرو وأدخل محمد سامي، وأتت ثمار هذه التبديلات الهجومية بتسجيل هدفين في أقل من 20 دقيقة. هنا تمريرة كلاوديو أوليفيرا الجميلة، والكرة اصطدت طبعا بقدم اللاعب رضا نصر الله، وغلطت الحارس محمد كاظم الذي لم يستطيع ابعاد الكرة، وتهادت ودخلت شباك مرمى الصناعة. الآن يتأخر بهدفين، يحتاج إلى جهد مضاعف. صعب جدا الصناعة أن يعود في اللقاء إلا إذا كانت هناك رومنتادا عن طريق فريق الصناعة. التمريرات القصيرة بالنسبة لفريق الصناعة. هنا تمرير خاطئ من روبن، كلاوديو يتخلص، هل يصوب؟ لا، يمرر كرة خطيرة، يا الله، ثنائية برازيلية ما بين أوليفيرا وريبيرو تنتج عن الهدف الثالث لمصلحة نوروز 3 الصناعة لا شيء. الهدف الثالث لمصلحة نوروز، والشخص الثاني للاعب روان ريبيرو. أي إضافة من ريبيرو، أكيد ولي كريم، وابتسامة الفرح وابتسامة الانتصار، وخاصة بعد دخول اللاعب روان ريبيرو شاهدنا الوضع الهجومي شكل ثاني لمصلحة فريق نوروز. شاهد التمريرة الجميلة، تمريرة حريرية ساحرة، وروان ريبيرو يخدع الحارس محمد كاظم، يجعله يذهب في زاوية، وريبيرو يضع الكرة في زاوية أخرى ويسجل الهدف الثالث لمصلحة فريق نوروز. ونوروز خلاص حسمت المباراة مبكرا، الأمور ازدادت صعوبة